فيديو اليوم دخلتها عليكم بشكارة تاع فلفل حار. شوفوا درناه مقلي، درناه مشوي، درناه بكل الطرق، زالنا غير نرقدوه، وهذا هو الوقت المناسب اللي يترقد فيه الفلفل. جبت كمية تاع فلفل حار، غسلته مليح وحطيته يقطر، وجبت البيدونة اللي رايح نرقد فيها الفلفل كي تلقاوه مضروب ولا مكيوس ولا تلقاوه محلول سي با لا بين ديروه، لأنه يولي يفسدلكم حبات الفلفل الأخرى. عمرت البيدونة تاعي بالفلفل، أنا ما درتش كمية كبيرة تقدروا نتوما تكثروا، زدت عليه 2 سنات ثوم وحبات فلفل أسود، وما ديروش ملحية وريشة رند. شوفوا بهذه الطريقة يجيكم واحد الفلفل تقول شريتوه من عند الحانوت. وطريقة الترقاد، شوفوا عندكم كيلة خل مع 3 كيلات ماء، أنا باه منظلش نكيل قسمت البيدونة على 4، درت ربع خل وكملت الباقي بالماء، وبيان سور ما تنساوش الملح، راني على شعرة ونسيتوه. كي تعمروا بالماء حركوا سكروا البيدون، حركوا الفلفل تاعكم باه يذوب الملح ووديوه للبلاكار وخليوه يقعد لكم شهرين 3 اشهر حتى للشتا وباه تجبدوه، يجي 15 يوم وتقولوا رقدناه. ونهار نحلو راني نوريهولكم، ما تنساوش تفكروني. وعلى بالي تسقسيوني على الزيت، ما فيه لا زيت لا حتى حاجة.